في حكايات بتحصل وتعدي، وفي حكايات بتمشي وراك، بتفضل تتنفس حواليك وتهمس في ودنك حتى وانت نايم. واللي هنحكيه النهاردة مش مجرد حكايات، دي صرخة جاية من بين العتمة، من زمن ما كانش حد فاهم فيه الدنيا ماشية ازاي. قبل ما نبدأ، ولو بتحب النوع ده من القصص دوس لايك واشترك في القناة، فعل الجرس عشان توصل لك كل الهمسات الجاية. أهلا بيك في همسات الظلام. نبدأ القصة. كان واحد اسمه مسعود، راجل بسيط شغال فراش في مدرسة ابتدائية في طرف بلدة منسية، عايش لوحده في أوضة جنب المقابر. لا أهل لا أصحاب لا حكايات، الناس بتشوفه غريب، ساكت طول الوقت وعينه دايما شايل حاجة محدش يعرفها. في يوم بعد الشغل قرر يرجع من طريق مختصر وسط الزراعات. كان جو مغيم والهوا بيهز الزرع حواليه الطريق، والهدوء خانق، ماشي بخطوات هادية لحد ما لمح ست عجوز قاعدة على حجر كبير تحت شجرة ميتة، لابسة عباية سوداء ممزقة، شعرها مش باين، وشها مغطى بالطين. بس أول ما عدى جنبها سمع صوتها يهمس: مسعود، أنا مستنياك من بدري. وقف فجأة، الدم اتجمد في عروقه، بص حواليه، الطريق فاضي. رجع خطوة لورا، بص رجليه تقلت في الأرض، كان الأرض شبكت فيها. بصلها لقاها واقفة قدامه من غير ما يتحرك، وقالت له: لو رجعت مش هتعرف تنام تاني. مسعود قال بصوت مهزوز: انت مين؟ ردت بنبرة هادئة لكن في حاجة بتخليه أشعر: أنا باب وأنت اللي فتحته برجليك، مش جاي أذيك، بس جاي أطلب في حاجة لازم تعملها، وإلا التمن هيكون غالي. مسعود قال: أنا معيش حاجة، أنا غلبان، ورايا بيت. الست قربت منه وبصت جوا عينيه وقالت: مش محتاجة فلوس، أنا محتاجة عينك تبص وتشوف الحقيقة في المدرسة اللي بتشتغل فيها طفل مش مننا، لازم تخرجه قبل ما يكمل يوم الرابع. من بعد الليلة ديت مسعود بقى بيصحى مفزوع كل يوم، كل ما يغمض عينه يشوفها واقفة عند باب أوضته ساكتة وعينها مش بتتحرك. وفي يوم صحى على صوتها جواه بتقول: فاضل يومين يا مسعود. الوقت بيجري، راح المدرسة وبقى يراقب العيال ويدور على الطفل اللي مش مننا، لحد ما شافه ولد صغير قاعد لوحده في آخر الفصل بيرسم رموز غريبة على الورق. عينيه مرة سودة، بعدها ب5 دقايق بقت خضرا، والليل شافها حمرا. مسعود قرب من الولد وقال له: انت اسمك ايه؟ الولد بصله من غير ما يرمش وقال له: اسأل الست، هي اللي عارفة كل حاجة. الراجل اتنفض من مكانه ومشي بسرعة رايح يدور على حد يفهمه. البلد كلها ما فهمتش هو بيقول ايه إلا واحد بس: الشيخ سالم. دخل عليه وقال له القصة كلها. الشيخ سمعه للآخر وقال له: انت وقعت في فخ كبير يا مسعود. ست دقيقة من الناس لأمها الراس، أرواحها كانت محبوسة بين عالمين وبتدور على حد يفتح لها البوابة. مسعود قال: طب والولد؟ رد الشيخ: الولد ما هو إلا طعم بوابة، لو فضل في المدرسة البوابة هتفتح وهنغرق كلنا. مسعود رجع للمدرسة اليوم اللي بعده هو شايل قلبه في ايده، دخل على الفصل لقى الولد واقف، قال له: أنا آسف بس أنت مش المفروض تكون هنا. الولد ضحك ضحكة ما تشبهش ضحك الطفل وقال: أنت اتأخرت يا مسعود. الست خلاص فتحت البوابة، وفجأة الفصل بقى ضلمة والأرض اتفتحت تحت الولد، والصخرة طلعت كأنها جاية من بطن الدنيا. ومسعود اتخطف واتسحب ومحدش شافه تاني. مر سنين والناس نسيت مسعود والولد واللي حصل، بس المدرسة كل سنة بيظهر فيها ولد جديد مش بيتكلم، عينه مش ثابتة، وفي صوت بيطلع من الحيطة في آخر الممر. لو شفتها ما تبصش جوا عينيها، في طرق لو دخلتها ما تضمنش تطلع منها، وفي وجوه لو بصيت فيها بتسحبك لحتة ما تعرفش فيها انت مين. اما مسعود فبقى واحد من الوجوه ديت. لو يوم شفت حد واقف لوحده عند سور المدرسة ساكت وعينه مش ثابتة،
ما تقربش دي كانت همسات الظلام. لو القصة عجبتك دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وخلي بالك يمكن الحكاية الجاية تبقى حكايتك. أشوفك في الكابوس الجاي، وسلام.